الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الوهاب محمد، مدير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة. النهارده يوم في حب مصر، حكاية ديدار عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، اللي هيتم رسم ان شاء الله 150 متر على جانبي البوابة الرئيسية للمعهد، طول 150 متر. الجدارية او حكاية الجدار هنحكي عن حامد جوهر، الدكتور حامد جوهر اللي هو عالم البحار الشهير، ويضاف لصورة الدكتور حامد جوهر صور من الأسماك والشعاب والقرش وعروسة البحر طبعا في تم تنسيق مع سيادة اللواء محافظ البحر الأحمر على أن أساس يبدأ بمعهد علوم البحار والمصايد مع اختلاف شباب المشكلين بالقاهرة. حضرتك يا دكتور، يعتبر معهد علوم البحار ده حملته من قريب جدا سمكة، وقلنا الضوء عنها حضرتك دي، وهل هو المعهد اللي حملت هنا ولا بجانب برضه الأسماك الغريبة اللي أو الأحجام الكبيرة؟ وصلتنا من شهرين سمكة اسمها سمكة الشمس، أتينا من بورسعيد عن طريق وتم تخليطها في فرع التحميل على مستوى جمهورية مصر العربية بل والشرق الأوسط مع علوم البحار والمصايد، لما لي من خبرات سابقة بالتحنيط أمثال عروسة البحر والقروش والدلافين من عهد الدكتور حامد جوهر.